لو تحاليل الروماتويد بتاعتك طالعة سلبية بس لسه مفاصلك بتوجعك وتورم الصبح، فده مش معناه إنك سليم. الحقيقة إن في نوع من الروماتويد اسمه الروماتويد السلبي، ده بيخدع كتير جدا من المرضى والتحاليل العادية للأسف مش بتبينه. في نسبة قليلة من مرضى الروماتويد التحاليل المشهورة زي الروماتويد فاكتور بتطلع سلبية، وده بيخلي المريض يلف كتير جدا وهو فاكر إن الوجع ملوش سبب. الحقيقة إن الروماتويد السلبي هو نشاط مناعي موجود فعلا في المفاصل، لكن الأجسام المضادة بتاعته مش بتظهر في الدم بالطرق التقليدية. هنا بيجي دور الفحص الإكلينيكي الدقيق واستخدام السونار الحركي على المفاصل. السونار بيقدر يشوف التهاب الغشاء الزلالي وزيادة تدفق الدم من المفصل بوضوح تام، حتى لو التحاليل بتقول إنك سليم. التشخيص المبكر للنوع ده من الروماتويد مهم جدا، لأن إهماله بحجة إن التحاليل سلبية بيخلي الالتهاب يستمر ويأثر على سلامة الغضاريف بمرور الوقت. العلاج المناعي بيبدأ فوراً بمجرد التأكد من وجود الالتهاب، والهدف دايماً هو حماية المفصل قبل ما يحصل فيه أي تغيير. هل عملت تحاليل وطلعت سليمة ولسه الوجع موجود؟ لا تتردد في طلب المشورة الطبية.